اسمعني كويس. في لحظة معينة في حياتك هتفهم إن الوقت مش بيستنى حد، وإن كل يوم بتأجله هو يوم بتخسره من عمرك. يمكن دلوقتي تكون تاعب، محتار، مش عارف تبدأ منين، ويمكن حاسس إنك اتأخرت أو الفرصة راحت. بس الحقيقة ولا حاجة راحت منك. اللي راح هو التردد اللي كان ماسكك. مشكلتك مش إنك ضعيف، ومش إنك مش موهوب، ولا إن الظروف ضدك. مشكلتك الحقيقية إنك كل يوم تقول لنفسك هبدأ بكرة، وبكرة يبقى أسبوع، والأسبوع يبقى شهر، والشهر يبقى سنة، وفجأة تبص حواليك تلاقي الكل سبقك وانت لسه واقف نفس الوقفة. بس مع كل ده لسه جواك نفس قادر يقوم. أي حد ناجح شفته في حياتك كان زيك، كان عنده خوف، وكان بيكسل، وكان عنده ألف حاجة تضغط عليه. بس الفرق الوحيد إنه بدأ، وانت لسه بتفكر. بدأ بخطوات صغيرة يمكن كانت ملهاش قيمة عند الناس، بس كانت أهم خطوات في حياته. كل يوم كان يقاوم كسل، يتعلم حاجة، يزق نفسه خطوة، وفي الآخر وصل. مفيش حاجة اسمها وقت مناسب ولا ظروف مثالية، ولو استنيت اللحظة المثالية عمرك ما هتبدأ. اللحظة المناسبة هي دلوقتي، اللحظة اللي بتسمعني فيها. ابدأ النهاردة، حتى لو خطوة بسيطة. الخطوة دي ممكن تغير شكل السنة الجاية كلها. ولو ما بدأتش، بعد سنة هتقول لنفسك يا ريتني بدأت. متخليش الخوف يوقفك، متخليش كلام الناس يكسرك، ومتخليش عقلك يقنعك إن الطريق طويل. أي طريق مهما كان طويل، أهم خطوة فيه هي الأولى. اكتب هدفك، رتب يومك، اتعلم حاجة جديدة، اشتغل على نفسك حتى لو محدش شايفك. لأن النجاح الحقيقي بيبدأ من اللحظات اللي محدش مصدقك فيها. أفكر الكلمة دي، انت مش محتاج تكون الأفضل، انت بس محتاج تبدأ. وصدقني، نسخة المستقبل منك هتشكر النسخة اللي قررت تبدأ النهاردة، مش النسخة اللي فضلت تأجل. قوم، ابدأ، وواجه كل خوف جواك. العالم مستنيك، وده وقتك.